الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آية من آيات الله الخالدة: في البدء كانت الكلمة. كلمة تبني أمة وتصنع عظيما، وكلمة تقتل أملا وتهدم إنسانا. إنها الهوية والذات والأنا، إنها الثقافة والتاريخ، إنها العصا السحرية التي من خلالها تفرض السياسة سلطتها، فهي أداة التضليل وصناعة الزيف، وهي في الحرب أخطر من كل الحروب العسكرية. وفي معركة الحياة والوجود للعرب والمسلمين ليست اللغة بمعزل عن الصراع، إنها في قلب الحدث. تعالوا بنا نتعرف على الحقائق كما تتجلى في مشهد اللغة، ولنبدأ الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي في العربية، إخوتي في الوطن، أحييكم وأستهل هذه الحلقة بعد أن مهدنا لها بالحديث عن اللغة والهوية، وكيف أن اللغة إنما هي العنصر المحوري في تكوين الهوية، هي الأنا والذات والأصالة والتاريخ والثقافة، وهي وعاء الثقافة وهي وعاء الدين أيضا، فلها دور محوري في صناعة الهوية والمحافظة على الهوية وتعزيز الأنا، تعزيز الهوية. وضربنا أمثلة من الواقع الذي يظهر فيه تنكر العرب للغتهم، وهذا من باب الهزائم النفسية. الأمر الآن اللغة بين التغريب والتهويد. التغريب أن تكون اللغة العربية عندنا غريبة في عقر دارها، ويحدث إحلال للغات أخرى محل اللغة العربية، وتجد عندنا دون العالم كله مدارس وجامعات بالفرنسية وبالألمانية وبالإنجليزية وبكل شيء، لكن حتى في ابتدائي، حتى في المستوى الابتدائي ومستوى الحضانة، مع أن هذا علميا ممنوع في كل الدول، لأنه عدوان على اللغة الأم لهذا الوطن الذي يعني يمثل الهوية. اللغة هنا تمثل الهوية والذات والأنا. يعني في اليابان، في أوروبا على اختلاف البلاد واللغات هناك، في أمريكا لا تجد هذه الظاهرة، في إسرائيل لا تجد هذه الظاهرة، أنت تجدها فقط في البلاد العربية. هذا من باب التغريب اللغوي. حتى حين جاءوا يطلقون اسما على هذه المنطقة ومستقبل هذه المنطقة، حرمونا حتى من أي وصف يمثل هوية هذه المنطقة، الوصف العربي أو الوصف الإسلامي. لم يقولوا المنطقة العربية أو الإسلامية، لا، إنما قالوا منطقة الشرق الأوسط، الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط. أنت شرق أوسط باعتبار أنت تقع على الكرة الأرضية في منطقة وسط، لكن جردوك من أي صفة مميزة لك، صفتك العربية أو صفتك الإسلامية. هذه التعبيرات مقصودة، وهي جزء أيضا من مسخ الهوية وصناعة الفوضى الهدامة التي تأتي في كل شيء. حتى في الحرب حينما قالوا الصدمة والرعب، يعني أنت لا تستطيع أن تواجه ذلك. الأسلحة الذكية، ويعني أنت ليس لك في الذكاء شيء حتى تواجه هذه الأسلحة، ليس لك قدرة المقاومة. هم يقول نيران صديقة،
يعني أنت عاجز عن أن تصيب أمورنا أو تصيب جيشنا بشيء، هذه نيران صديقة، هذه أخطاء منا، لا أنت ليست لك أي قدرة. يعني حتى صياغة هذه التعبيرات إنما وراءها بعد أكثر من اللغة وأكثر من التعبير الظاهري. هذا التغريب والتلوث اللغوي الذي تراه وأشرنا إليه في حلقات، وأنت تسيل مول سنتر دريم كذا كذا إلى آخره، أمور غريبة جدا تغط على الشارع المصري، تغط على حياتنا، وكأننا لسنا بعرب ولسنا بمسلمين، وكأننا نتنازل عن شخصيتنا عن هويتنا هكذا، بل نتنافس في ذلك. وهذا في أنماط الثقافة كلها، في المأكل، في المشرب، في كل شيء. هذا التغريب فيه إضعاف للهوية، نعم. ثم ماذا؟ ما يقابل هنالك شيء خطير يمارس على أرض فلسطين في مدينة القدس، وهو ليس تغريبا وإنما هو التهويد. تاني، هو التهويد لكل الأماكن، تهويد لكل الأماكن بتغيير المعالم. ليس هذا فقط، بل بالأسماء أيضا. يعني قريبا من أيام يطلقون على الحائط الغربي بدلا من أن يطلقون عليه التسمية الأساسية له وهو حائط البراق. لا، حائط البراق فيه نسبة للمسلمين، لأن البراق ده هو الذي كان يعني هو الوسيلة التي انتقل بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. حائط البراق إنما الحائط الذي ربط فيه النبي ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يريدون هذه النسبة، نسف هذه النسبة وإزالة هذه النسبة، محو هذه النسبة، فقالوا الحائط الغربي. مدينة القدس لابد من اسم يهودي لها، عير وشلايم، عير حبلون لمدينة الخليل، وهكذا مدينة نابلس، عير شكيم، إلى آخر أسماء المدن، مدينة منطقة حيفا وعكا وطبرية وبيسان ورام الله والخليل وجبل الرحمة تل أبي هريرة، كل دي تحولت إلى أسماء عبرية. يعني التغيير ليس على أرض الجغرافيا فقط، المكان، لا، في اللغة أيضا. يبقى تزوير التاريخ وتهويد المكان ثم تهويد اللغة. واللغة إنما هنا لها دور أساسي، لأنها تحمل هذه الثقافة إلى الأجيال القادمة. هو لا يريد ذلك. الذي يحمل التاريخ ويحمل التراث ويجعل الأجيال القادمة تحمل هذه القضية هي اللغة. هو لا يريد ذلك. لذلك تجد التغريب وتجد التهويد إنما صفة لازمة في هذه المسائل. ومن هنا نعود فنؤكد أن اللغة إنما هي عنصر أساسي ومحور ارتكاز في مسألة الهوية. الهوية الذات، الأنا، الخصائص المميزة، والتنازل عنها في المشهد إنما يدل على هزيمة نفسية خطيرة جدا عندنا. بل الولد، أنت حينما تكتب سيرة ذاتية يقول لك اكتب CV وتكتبها بالإنجليزية، أين اللغة العربية هنا؟ غير موجودة في عقر دارها، فما بالك في غير ديارها. هذا أمر ينبغي أن نتأمله. الهجمة على كل شيء، واللغة كاشفة على أن المؤامرة وأن الهجوم إنما ينال منا في كل شيء. تهويد التاريخ يتم، التغريب يتم، محو الذات يتم، واللغة تخبرنا عن ذلك. فهل من معتبر؟ هل من مستجيب؟ هل من وقوف على هذه الحقائق؟ ونواصل الرحلة في الحلقة القادمة. أحييكم، أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.